السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كده الفطير الفلاحي او المسمن المغربي، تسموه زي ما تسموه، والناس كتير اختلفت على اسمه، بس النتيجة واحدة والطعم واحد. هيطلع معاك تحفة كده زي ما انت شايفة، منفوخ وجميل جدا. هو كده لسه في الفرن مكملش التسوية بتاعته، وطالع معانا كده اهو مورق وطبقات، كلها طبقات خفيفة زي ما انت شايفة كده. بيطلع تحفة بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا والمقادير. بسم الله. معنا كده الدقيق، هنخله كده او نصفيه بالشكل ده كده، الكمية اللي تناسبك، وهقولك على مقادير الكيلو. ادي مكونات الكيلو اهي معانا على الشاشة، تقدري تشوفيها وتاخدي لها سكرين. لكل دقيق 3 معالق سكر صغيرين، معلقة ملح صغيرة، و450 مللي مية او 500 مللي مية حسب استهلاك الدقيق للمية وامتصاصه للسوائل. هنزل كده بالماء على الدقيق بعد ما قلبنا المكونات الجافة كده، الملح مع الدقيق، وقلبت السكر في المية. هنبتدي نعجن كده بالشكل ده، ندوب الدقيق في المية خالص اهو. اهم حاجة ما تنسيش تحط لايك للفيديو بتاعنا، تكتبي تعليق حلو كده من ايديك الحلوين، وتصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا طريقتي في العجن زي ما هتشوفي كده اهو، تشتليها كده وتخبطها في الطبق اللي انت بتعجني فيه، دي يعتبر 3/4 العجين بالظبط. بتوفر عليك وقت ومجهود، وبتاخدش منك وقت كتير، وبتلاقي بسرعة كده العجينة عاملة معاكي زي الملبن بالظبط. زي ما انت شايفة كده العجينة بتحلو بسرعة قوي قوي، ما بتخبطيها كده، تشتليها وتخبطيها. بعد العجينة بتاعتنا ما ارتاحت، بناخدها كده نقطعها، بقطع واحدة كبيرة وبقطع الباقي صغير. ممكن الكيلو يعمل لك واحدة، او كيلو ونص يعمل لك 2 اهو بالشكل ده كده. تعملي بقى حوالي 10 وحدات صغيرين او 15 حسب ما انت عايزه الطبقات بتاعتها اهو بالشكل ده كده. الفطير ده كنا عاملينه يوم شم النسيم، كنت عاملاه انا وولاد اختي، قاعدين هم حواليا ماسكين الطبق وماسكين كل حاجه معايا اهو بالشكل كده. قطعيها بالشكل ده، واحده كبيره والباقي صغير حسب الكميه اللي عندك. واهم حاجه تريحي العجين بعد كل حاجه بتعمليها، يعني عجنتي استني شويه على ما تيجي تقطعي، ربع ساعه ولا حاجه، عشان ايه؟ بياخد راحته في ما هو فيش فيه خميره ولا حاجه، بس بيرتاح ويبقى حلو. وبعد ما تقطعيه برضو سيبيه يرتاح، وابدأي كده افرديه بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. افردي الكبيره وبعد كده الصغيرين او بالشكل ده، وحط الماده الدهنيه بتاعتك. حطي بقى خليط زبده على سمنه، واول ما تفردي افرديها على سطح العمل بزيت، ويجمعهم كده مع بعض في الفطيرة الكبيرة او القرصة الكبيرة اللي احنا عملناها، وسيبها برضو ترتاح، ما تفردهاش في الصينية بتاعة الخبز على طول. وقبل ما تخبزي سخني الفرن وسخني الصينية اللي انت هتخبزي فيها، عشان تطلع معاكي مورقة وحلوة على طول اهو بالشكل ده كده اهو. عملت كل الكمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو بالشكل ده. دول كده مفرودين ومطبقين علشان نفردهم في الصينيه بتاع الخبز على طول. زي ما قلت لك سخني الصينيه اللي انت هتخبزي فيها اول مره، وبعد كده الصينيه بتسخن وبتفردي فيها على طول، تبقى جميله معاكي وبتشتغل على طول وبتمشي في الفرن كده وبتورق على طول. شايفه بدات اهي تنفخ معايا. عندك بقى قشطه، حط بقى على وش الفطيره من فوق
بتبقى جميلة جدا وتديلها طعم حلو قوي. الفرن بيكون هادي، ما يكونش عالي قوي اهو. حتى الفرن شغال على جهة واحدة. علشان يكون معاكي خفيف وحلو، ما يكونش معجن. تحمريه من فوق، ولو انت عليت النار هيكون معجن معاكي، هيحمر وياخد لون بسرعة وما يستواش. انما تهدي النار شويه تلاقيها نفخت معاكي كده، وتسويتها مظبوطه ازاي وعجينتها مظبوطه. ولو نفخت معاكي كده كده انت شغلك تمام ومية مية اهو بالشكل ده كده. وبقى السمنه او الزبده الزياده بتطردها معاكي بره الفطير اهي على الصينيه، زي ما انت شايفه قبه ومنفوخه ازاي، جميله جدا. وبتطلع معانا كده طبقات وممرقه ولونها جميل جدا ما شاء الله. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تحط لايك وتكتبي تعليق حلو من ايديك الحلوين واشتراك في القناه. وادي الفطار بتاعنا طالع بسم الله ما شاء الله، بيتكلم عن نفسه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، بحبكم في الله. اسيبكم بقى تستمتعوا بالفطير والطبقات بتاعته، واتمنى تجربوه. مع السلامه.